هل تريدين أن تصبحين جميلة؟ هل تريدين أن تصبحي مدملكة ويتسابق عليك العرسان؟ إليك الحل، منتجنا الجديد. ما تيجي نشوف. مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلبة الأكل، وما زلنا مستمرين في قصة أكلة، وقصة أكلتنا النهاردة عن أكلة مليانة سعرات حرارية، أعلى نسبة كالوري موجودة فيها، وكانت بتستخدم لحل مشاكل كتيرة جدا للبنات قديما في مصر. المفتقة. إيه حكاية المفتقة دي؟ لو في حد رفيع وعايز يتخن يجي يقول له إيه؟ كل مفتقة. زمان مقاييس الجمال في مصر بالنسبة للبنت إن هي لازم تكون خارجة من بيت عز. خارجة من بيت عز يعني البنت بالظبط كده، ده كده معناها إن هي خارجة من بيت عز وتملى عين جوزها وعين الجيران وعين الصيرة، فكانت بتستخدم المفتقة. زمان كان في واحدة دلالة اسمها خالتك أم ربيع، وكان في واحد عايز عروسة، قال لها يا خالته أم ربيع دوري لي على عروسة تملى عليا. قالت له بس كده؟ عينيا. راحت لواحدة لقيتها يا عيني 73 كيلو بس. قالت منين؟ ما ينفعش. راحوا نزلوا العطار وقالوا احنا عايزين وصفة، عمل لهم مفتقة. والمفتقة دي يا جماعة عبارة عن عسل وسمسم وشغلانة، فأصبحت البنت من 73 كيلو ل 173 كيلو. وأول ما العريس ما شافها قال هي دي. ودي كانت مقاييس الجمال زمان، وحتى وقتنا هذا بينصحوا بيها الناس اللي عندهم نحافة ان هم ممكن ياخدوها علشان يسمنوا شوية، ولكن مش بإفراط، لان اي حاجة بنفرط فيها بتضرب على طول. ودي كانت قصة المفتقة وعلاقتها بمقاييس الجمال القديمة. ولكن خبير التجميل اليومين دول قال جملة مهمة جدا، قال عشان توصلوا لقمة الجمال لازم تعملوا 3 حاجات بالظبط. اول حاجة ندوس على زر اللايك، نعمل سبسكرايب، ونكتب كومنت عايزين تسمعوا ايه في الحلقة الجاية. اشوفكم في حلقة جديدة. مساءكم كله جمال.